كاينين بزاف ديال الطرق باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا في حياتنا، وديما كنبقاو نتسائلوا كيفاش غادي نوصلوا وامتى. وكنهملوا واحد الجانب مهم اللي غادي يعاوننا ويختصر علينا الوقت باش نوصلوا. طريقه التفكير ديالنا هي اللي كتلعب دور مهم في تحقيق اهدافنا. داكشي علاش الا عندك شي هدف خاصك تبقى مركز عليه بزاف وتفكر فيه بزاف. خاص يكون هو اللي مبرزطك ومستحوذ عليه الفكر ديالك ليل ونهار، في بلاصه الافكار التافهه بحال كثرة التفكير في طرف اخر من علاقه فاشله ومريضه تقدر ترجع لك من بعد بضرر كبير. ديما شغل راسك وعمرو بالتفكير في حلمك وشوف راسك في هذاك الحلم كل نهار، في بلاصه ما تفكر في شي واحد ما مضمونش واش غادي يبقى معاك ولا غادي يخليك في اول طيحه ليك. حاول تجرب تعيش هكا واخا غير شهر. من طبيعه الحال عقلك ما غاديش يستسلم ليك، غادي يبقى يجيب لك الافكار الخايبه ويفكرك في ناس انت باغي تنساهم حيت ما كيفيدوك في والو. عقلك مبرمج هكا باغي غير السهله وكيفكر غير في السهله، ولكن انت تقدر تغلب عليه. كاينين بزاف ديال الحوايج يعاونوك بحال الصلاه وقراءه القران، تقرا كتب اللي يفيدوك. اي حاجه ايجابيه تقدر تنقي عقلك وتخليه ايجابي ديرها. مارس الرياضه، دير اي حاجه تعاونك على التركيز، حيت الا قدرتي تولي تتحكم في افكارك غادي تركز على هدفك، غادي تولي الرؤيه واضحه ليك، عارف راسك فين غادي. ديك الدوخه اللي كانت فيك ما غاديش تبقى. الا قدرتي توصل لهاد المرحله وتبعد على الافكار السلبيه كون اكيد غادي تمشي بعيد، بشرط تستمر. عمرك ما تحبس، حيت اكبر عدو للنجاح هو التوقف. وتخيل انت الا كانوا عندك هاد الاسلحه كاملين: تفكير سليم خالي من الجراثيم، هدف واضح وبين كتفكر فيه بالليل وبالنهار، عزيمه واصرار ما كيخليكش توقف. واش ما غاديش تنجح وتحقق هدفك بلا ما نجاوبك انا، بلا ما يجاوبك حتى شي واحد؟ شوف غير انت مع راسك، واش الا كان عندك هادشي ما غاديش تنجح؟ بين الجواب مستحيل ما تقدر دير والو. اش فيها الا التزمتي واخا غير 3 شهور؟ جرب، ما خاسر والو. انت خاسر الا بقيتي جالس في بلاصتك وكتقول غادي ندير هاد الفكره، غادي نخدم عليها، ولكن ما كدير والو، كتخليها غير فكره. حتى كتشوف شي واحد دارها كتبدا تقول كان عندي الصح، فكره زوينه هادي، كون غير درتها. غنقول لك ما عندكش الصح، هاد الفكره ما كانتش غير عندك انت، كانوا كيفكروا فيها 10 الناس، علاش لا 100 ولا 1000، كلشي فكر فيها ولكن حتى واحد ما طبقها. اللي عنده الصح هو اللي طبقها ونجح فيها، اللي عنده الصح هو اللي بقى كيفكر فيها ليل ونهار وخدم عليها، ما استسلمش للنعاس والعجز، عطى وقته ليها وصحته باش يحققها. هذا هو اللي عنده الصح. ما عمرك تقول انا عارف كل شيء ولا انا واعر. اللي دوا معاك في شي موضوع تقول لي عرفته وتبدا داوي. انا عارفك عارف بصح، ماشي كنقص من القدرات ديالك، ولكن اللي بغيت نوصل لك هو المعرفه بوحدها ما نافعك بوالو. خاصك تكون مجرب وناجح في هذا المجال عاد تقدر تقول انا واعر، واخا عمرك ما خاصك تقولها. حاول ديما تبقى مصغر راسك وتستافي. باش نوضح لك اكثر، ما خاصكش تكون من هذاك النوع اللي راسو خاوي كيدوي من فراغ، بصح تيكونوا عنده افكار زوينين ولكن ما كيطبقهمش، ما كيجرب حتى محاوله، ما كينفع على راسو للمجتمع ديالو. هذا النوع هو اللي كتلقى الافكار ديالو مشتتين وما عارفش فين غادي، وفين ما كيشوف شي واحد واصل كيبقى يحلل في النجاح ديالو، كتوصل بيه الدرجه يبدا ينتقدو وباغي يصحح ليه كاع، واخا هو عمرو دار شي حاجه ولكن عقلو كيقول ليه هكا. دابا نسولك، واش حتى انت هكا؟ لنفرض انت هكا، واش باغي تبقى هكا؟ واش ما باغيش تبدل؟ خاصك تبدل. حتى واحد ما باغيكش تبقى في هاد الحال. عندك ناس عزيز عليهم باغيين يشوفوك واصل، باغيين يشوفوك كبير ويفشخروا بك، خصوصا والديك. بدا خويا، بدا تخوي راسك من كاع التفاهه الخاويه والافكار السلبيه. نقي عقلك وعمر راسك بهدف واضح، خدم عليه كل نهار باش تكون انت داك الانسان الناجح اللي كينتقد فيه واحد ما داير والو في حياته، ماشي العكس. كون انت البطل اللي داير عليه الفيلم، ما تكونش انت الشخصيه الثانويه.